أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن أمور التي تسبب تفوق طالب العلم، وقبل ما أبدأ بالكلام عندي نصيحة لطالب العلم. بعض الأشخاص تراهم متحيرين، بدأ بالدرس ولكن متحير. أنصح هؤلاء أن يعينوا مصيرهم، يبحث لماذا بدأ بالدراسة، لماذا انتخب هذا الطريق. لأن الإنسان إذا يكون متحيرا لم يصل إلى مرتبة يقدر بتلك المرتبة يخدم الدين، لم يمكن. لماذا؟ لأن الإنسان لابد أن يكون واعيا في انتخاب الطريق، واعيا في السلوك. إذا لم يكن واعيا لم يصل إلى نتيجة. ولذا أولا لا بد أن يفهم طالب العلم لماذا انتخب هذه الحرفة. أنا بدأت لكم من بدء الأمر، قلت لكم أول شيء واجب لطالب العلم أن يعرف قدر العلم، أن يكون واعيا في انتخاب الطريق. كيف يتفوق طالب العلم؟ لابد أن يلاحظ بعض الأمور، لابد أن يدقق في بعض الأمور حتى يصل إلى مرتبة عالية وبالنهاية يخدم الدين. أشرف الخلائق التواضع والحلم ولين الجانب. شوف إمام أمير المؤمنين يرشدنا إلى أمر مهم وهو التواضع. طالب العلم لابد أن يكون متواضعا. هذا التواضع يسبب أن يرتقي، يصل إلى مرتبة عالية. أحسن أخلاق هو التواضع. احنا نتكلم أنا عن التواضع، أهمية التواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضعوا، هذا أمر من الله لرسول الله. قل للناس أن يتواضعوا، أن يكونوا متواضعين أمام الله. التواضع أمام الله له معاني مختلفة، له درجات. أنت إذا تتواضع أمام العالم المرجع هو تواضع لله، لأنه هذا يخدم الدين، يضحي بنفسه لأجل الدين، ولذا تكون متواضعا أمامه. شوف إمام الصادق شي يقول: إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع لله رفعاه ومن تكبر وضعاه. الله مخلي
ملائك يحرسونك، إذا تكون متواضع يرفعوك للسماء، يعني يعطوك مرتبة عالية. خصلة التواضع تسبب ارتفاع الإنسان، الإنسان يرتفع من جهة المعنوية، ملكة التقوى تحصره بواسطة هذا التواضع. إذا تفقه الرفيع تواضع، الإنسان اللي له مرتبة عالية إذا وصل إلى الفهم والعلم تواضع. هذا كلام أمير المؤمنين. إذا تفقه الرفيع تواضع. إمام أمير المؤمنين روحي له الفداء يشير إلى صفات المتقين. في صفة المتقين ملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع. سبحان الله، هذا الشخص تريد تشوفه متقي ولا؟ شوف شلون يصرف، شلون ياكل، شلون مهتم بأمور الدنيا. ومن جهة أخرى شوف تواضعه شلون، أخلاقه شلون، مشيته شلون. هل هو متواضع؟ وإلا إنسان المتكبر لم يصل إلى شيء، لم تحصل له مرتبة. شوف ذول العلماء، كبار من العلماء، الله وفقهم، أعطاهم مرتبة عالية، وفقهم في أمرهم. لماذا؟ لأنه كانوا متواضعين، كانوا أهل الله، كانوا يصولون ويجولون لأجل وصول إلى التقوى. شوف إمام الصادق يرشدنا إلى هذه الصفة: إن من التواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون المجلس، وأن يسلم على من يلقى، وأن يترك المراء وإن كان محقا، ولا يحب أن يحمد على التقوى. من التواضع إنسان يجلس في نهاية المجلس، أي شخص يراه يسلم عليه، لا يجادل مع أحد، وإن كان هو على حق لا يجادل، ولا يحب أن يحسبوه الناس من المتقين. لا، أنا لله أمشي، لله أتحرك. ولذا إمام الصادق ينصحك: إن من التواضع شنو؟ أولا أن يرضى الرجل بالمجلس دون مجلس. المراد أن يجلس آخر المجلس، مكان الذي لم يحسب عاليا في ذلك المجلس. هذا أولا. ثانيا أي شخص يراه يسلم عليه. احنا الآن فاقدين هذا الشيء. وآخر شيء أنه لا يحب أن الناس يقولون في حقي هذا هواي متدين، مؤمن، أهل الله، عيشة بسيطة. لا، الإنسان لابد أن يتعامل مع الله مو ويا البشر، لأن الحساب والجواب مع الله مو ويا البشر. يوم يصل يخلونا بالقبر ما حد ما يسأل عنا. ممكن أول أيام الرحيل الناس يهتمون بقبرك، برحيلك، ولكن بعد ذلك ينسوك، وبعد مدة هم يجعلون شخص آخر في قبرك، لا أثر لوجودك. المعاملة لابد أن تكون مع الله مو مع البشر. التواضع، التواضع. إياك يا طالب العلم أن تترك هذه الخصلة، لا يزيد الله به إلا ارتفاعا. الله أكبر. الله يأخذ بيدك إذا كنت متواضعا.
نحن هذه الفقرة من هذا الحديث ببالنا. التواضع مهم. وذل النفس لا يزيد الله به إلا عزا، والتعفف لا يزيد الله به إلا غنى. تريد توصل لمرتبة عالية إلهية، الله ياخذ بيدك تخدم الدين، تواضع، كون منكسر، لا تحسب نفسك شيئا أمام الناس. وإن شاء الله نستمر، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.